السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الشطة الزيت اللي بتتعمل في احسن مطاعم في مصر. هقول لكم كل التكات وكل الاسرار اللي بيعملوها في محل الكشري. نسمي الله كده بسم الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو اول مره تشوفيني متنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انا هنا حطيت حوالي 5 أو 6 أو 7 معالق من الزيت زي ما تحبي على قد الكميه اللي انت عايزه تعمليها. طيب بعد ما حطيت الزيت خليته ان هو يسخن معايا جامد خالص علشان احط عليه الشطه. طبعا هم مسمينها ليه شطه زيت علشان الشطه فيها بتتحمر في الزيت فبتكون اغلبها اصلا زيت. فانا حطيت الشطه كده معلقه من الشطه، معلقه كبيره يعني مهرمه من الشطه، وبعدين رحت حاطه عليها نص كوبايه من الطماطم. طب لو انتي مش حابه ان انت تحط طماطم من دي، في محلات كشري بيعملوها طماطم مقطعه حتت صغيره، يعني تحط الزيت وبعدين تحط الشطه كده ما انت عايزاها حاميه قوي تحط شطه كتير، عايزاها مش حاميه قوي تحط شطه قليله. بس هي اصلا حلاوتها ان هي بتكون حاميه. كل محلات الكشري بتعملها بالطريقه دي بالظبط. طيب انتي ممكن تقطعي طماطم صغيره خالص، طماطمايه واحده بس على الزيت اللي انا حطيته ده، وبعدين تحطيها على الزيت والشطه وتروحي مقلباها، وبعدين تسيبيها لغايه ما الطماطم تدبل معاكي تماما، وبعدين تطفي عليها النار. زي ما انتوا شايفين كده انا بعد ما حطيت الصلصه بحاول ان انا اقلب فيها كده كويس خالص علشان الطماطم تتسبك في الزيت. اول ما بتتسبك وبتاخد الشطه مع الطماطم فبتلاقي الطماطم بقى لونها كده غامق خالص، بقى لونها كده مدي للاحمر الغامق خالص. احنا عايزين الحته دي تمام. وطبعا انا بقلب فيها كده علشان تتسبك، وبعدين هقفل عليها النار وهحيجها بالملح والفلفل الاسود. انتوا شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ تلاقي الطماطم كده بقت كتل فيها، انا عايزاها كده بالظبط. وبس كده نطفي النار عليها ونحطها في الطبق. دي طبعا ممكن تتحط على الكشري، ممكن تتحط على المكرونه، اي نوع مكرونه ممكن انت تتخيليها كده بتبقى انت عايزه كده المكرونه بتبقى سبايسي ومشطشطه كده، تحطي بس سنه صغيره خالص خالص خالص. انصحك انك ما تكتريش منها. تحطيها على البدنجان المخلل. لو انت عايزه بدنجان مخلل تحطي منها من الخلطه دي. ممكن تحطيها على الفول مدمس برضو ممكن تحطيها عليه، بيكون طعمه بسم الله ما شاء الله تحفه. شايفين القوام بتاعها والشكل بتاعها؟ ما تقوليش الزيت كتير لان هي بيبقى الزيت بتاعها كده. اتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبكم والوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.